السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هعمل لكم فيديو لكتاكيت بيضة. جبت كتاكيت بيضة، هقول لكم ازاي تربيها والعلاج بتاعها. الكتاكيت دي عمرها 5 ايام. اول ما جت اول يوم حطيت لها محلول معالجة الجفاف، بعد كده مضاد حيوي 5 ايام. بعد المضاد الحيوي جبت فيتامين واملاح معدنية، دول برضو 5 ايام. بعد كده بقى لما يبقى نص كيلو هنغير العلف من علف بادي 23% لعلف نامي 21%. وقبل ما نغير العلف هنحط مضاد سموم. الكتاكيت البيضة دي حلوة وموفرة، وهم 20 يوم الأولانيين هتأكليهم علف سمسم. بعد كده اما نغير العلف هتحط لهم بقى عيش مدشوش او فضلات البيت، اي اكل عندك هتحطيه مع العلف اما يبقى 20 يوم ويكون وزنها نص كيلو. وهتحط اللندة دي اللندة دي على طول ليل نهار عشان تدفيهم. و35 يوم 40 يوم وهتلاقيه وزنه حلو معاكي، ممكن تذبحيه. لو عايزة تعمليه مشروع برضو مشروع مربح وحلو، تعمليه مشروع تجيب 50 أو 100 تربيهم، هيبقى مشروع حلو من البيت. دول نوعهم كب وجبتهم عمر يوم. أول يوم محلول معالجة الجفاف، وبعد كده 5 أيام مضاد حيوي، وبعد كده الأملاح المعدنية والفيتامين ده 5 أيام برضو. أهم حاجة تنضفلهم ويكون متهويين، يعني مش ما تقفليش عليهم، تهولهم واللندة تبقى والعة ليل نهار. ونغير العلف ان شاء الله على 20 يوم، ونجيب مضاد سموم قبل ما نغير العلف عشان العلف فيه نسبة سموم. ومشروع حلو ومربح، ولو عايزة تعمليه مشروع برضو حلو من البيت. اهم حاجة تنضفيلهم وتديهم العلاج في مواعيده زي ما البيطر يقولك، والعلف. بيبقى وزنها 2.5 و3 كيلو على 40 يوم. 40 يوم ممكن تذبحيها. مشروع حلو وسهل ومربح وكويس من البيت، وتعملي المشروع من البيت. ومفيش الا العلف والعلاج، طالما ماشية
على العلاج سليم بيبقوا حلوين معاكي وتنضفي لهم. دول جايباهم عمر يوم. بعد ما نديهم علف السمسم 23%، هنغيره على 20 يوم ما يكون وزنها نص كيلو. وفي خلال الفترة برضو بنديهم خلطات طبيعية زي البصل والثوم والليمون، نضربه في الخلاط ونصفيه ونحط المية في السقاية ونحط لهم العلف على البصل على العلف، او حلبة، تغلي حلبة، يعني اي خلطات طبيعية او كركديه، اي خلطات طبيعية وممكن تحطها لهم في السقاية او العلف. الكتكوت ده انا جايباه ب28 جنيه. هو تربيته سهلة، واهم حاجة عايز الاهتمام. طالما مهتمية بيهم بيبقوا كويسين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما نديهم علف السمسم 23%، هنغيره على 20 يوم ما يكون وزنها نص كيلو. وفي خلال الفترة برضو بنديهم خلطات طبيعية زي البصل والثوم والليمون، نضربه في الخلاط ونصفيه ونحط المية في السقاية ونحط لهم العلف على البصل على العلف، او حلبة، تغلي حلبة، يعني اي خلطات طبيعية او كركديه، اي خلطات طبيعية وممكن تحطها لهم في السقاية او العلف. الكتكوت ده انا جايباه ب28 جنيه. هو تربيته سهلة، واهم حاجة عايز الاهتمام. طالما مهتمية بيهم بيبقوا كويسين. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.